هاي هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وتم صحة واسعد حال، اللهم امين. النهارده جاي لكم فيديو جديد. حط لايك وفعلي زر الجرس واكتبي لنا كومنت من ايديك الحلوة يسعدنا علشان تنورينا بوجودك. هنا دخلت كده عليكم بشوية طلبات من السوبر ماركت. دي جبنة موتزاريلا والتانية ماكس جبن، وده كيس برجر. طبعا النهارده كان الفطار برجر، وده بصل مخلل. الفطار برجر النهاردة، بس الفطار مختلف. يعني ايه مختلف؟ هو ودي كابوتشا طبعا عشان البرجر. ثواني هكملكم كلامي تاني. ودي طلبات سلطة كانت، يعني بواقي خضار مش خضار كامل يعني. المهم، وده برتقان، ودي بصلاية طبعا تبع السلطة. ده برتقان، كان ابني عايز عصير برتقان فجبنا البرتقان. وده هنا تفاح، هنا بقول لكم ده تفاح. المهم، دي شوية طلبات كده. فبقول لكم ليه اليوم النهاردة مختلف او الفطار مختلف. لان الفطار مش انا اللي هعمله، تمام؟ جوزي تفضل وتكرم النهاردة ان هو يعمل لنا الفطار. هنا دي بقى ايه، كل شوية اقطع الكلام انا واصل ومش عارف ايه، معلش استحملوني. بس انا عايزه اوريكم دي ايه. دي خلطة الصابون السائل اللي انا وريتها لكم قبل كده. انا عملتها في البيت، شايفين يا بنات؟ حلوة خالص، جربوها. دي عاملاها على 4 لتر مية، وانا زودت تاني كمان 6، يعني 2 لتر تاني. بس هنا كان عندي ايه بقى، فول. لازم ندمس فول طبعا عشان السحور، سيد الطعام. فده طبعا كان عندي فول. انا كنت عامل بالليل من بعد السحور، يعني كانت الخلاص الفوالة خلصت، فانا قعدته في الفوالة على طول. ودلوقتي شطفته ضفت له عليه كده حبتين طماطم وشوية من العدس، وهضيف له المية واسيبه على النار يغلي مع نفسه يعيش الحياة. ومش هعمله اي حاجة تاني. اول ما يغلي هوطي النار عليه واسيبه لحد ما يستوي براحته. دي المية غليت هنا، وبهوطي النار عليه واسيبه. وبعدين بزوده مية سخنة بس، يعني كل ما يفك بقى. دخلنا هنا على السريع على طول. شايفين كده؟ كنت بقول لكم في الاول ان الفطار مش انا اللي هعمله. ده وضع المطبخ لما الرجالة تدخل المطبخ. ده هنا جوزي عايز يعمل عصير برتقال. فايه، طب ما نخلطه في الخلاط على طول؟ لا، نعصره في العصارة وبعدين نخلط. تمام، مش مشكلة، يلا كمل. انا هعمل السلطة. اعمل، ماشي. طبعا هو اللي راح جاب البرجر جاهز من الماركت. فهو كده بعد ما عمل ده كله، وانا شلت العك طبعا اللي هو عكه. يلا ما علينا، الحمد لله. هو بفتكر ان كده هو بيريحني، بس ما فيش راحة. اللحوسة والدنيا اللي كانت هايصة من بعدين انا اللي لمتها. ما علينا، الحمد لله. هنا كان بقى بقول لكم خلاص مقشرين بطاطس. بحب املح البطاطس قبل ايه ما اقلي. ما بحبش احط لها ملح بعد القلي. فهنا جليت البطاطس، وبعدين حاطه الجريلا بتاعتي على النار تسخن بدون اي ماده دهنيه، لان البرجر فيه الماده الدهنيه بتاعته بينزل، بسم الله ما شاء الله، نزل كميه دهون رهيبه. فبلاش تحطي اي حاجه ماده دهنيه. هو سخن الجريلا بتاعتك خالص كويس جدا لحد ما ايه تسخن كده، وبعدين تنزلي عليها بالبرجر بتاعك ده. انا كنت هعمله في البيت، بس هو قال لا، نجيبه من بره. ماشي، ما علينا. جابه من ماركت كده جاهز اهو. هو برضو هنا اللي بيقلب، مش انا يعني. انا كنت هنا يعني مساعدة شيف بس، الله المستعان. فهنا اهو بعد ما خد لون على الناحية التانية، فضل يقلب فيه كده لحد ما استوى واخد لون. وكان طعمه حلو بصراحة جدا. ويعني يلا تسلم ايديه. بارك الله فيه، يعني تعب معانا برضو. هنا كان خلاص بي بيطلع البرجر يعني. ولا اشتغل انتي واشتغل انا، اشتغل يلا. كل ما يطرطش عليه يقول لي تعالي انتي حطي، تعالي انتي تعاملي. فيلا مش مشكلة. المهم، هنا كنت خلصت الكمية بتاعتي وحطيت واحدة كمان. وحط واحدة بعد ما طلعتهم كده وكانوا استووا. هجيب واحدة تاني احطها برضو. سويت الكمية بتاعتي وكان طعمه بصراحة تحفة. هنا البطاطس كانت استوت كمان.
وكده الحمد لله فطرنا النهارده وفضل ونعمه، كان طعمه جميل بصراحه. بس انا ما حشيتش في السندوتشات بصراحه للامانه. ليه؟ لان كل واحد بيحب يحط التتش بتاعه على كيفه. ده شكل الفطار في النهايه، وده عصير البرتقال. وتفضلوا معانا يا ريت كلكم تبقوا جنبنا. كنت جيتوا كلتوا معانا. دي سلطه الطحينه، وده خيار مخلل وقرنبيط، ودي سلطه اللي هو عاملها، ودي السلطات، وده عيش كايزر، ودي بطاطس بالكاتشب، ودي طبعا هو كنا فطرنا. والحمد لله متنسيش تعملي لايك وشير، ومع ألف سلامة.